تم رفع حالات الاستعداد القتالي للتشكيلات والقواعد العسكرية على كافة المحاور والاتجاهات. تضمنت رفع درجات الاستعداد وتحميل كتيبة مظلات بواسطة عدد من طائرات النقل مختلفة الطرازات، كذا إسقاط عناصر القفز الحر بواسطة هليكوبتر الشنوك متمركزة على سطح حاملة المروحيات طراز مسترال، وتكليفها بمهمة تأمين. رجال القوات المسلحة المصرية يعلنون عن أنفسهم. في إطار تنفيذ مهامها بتوفير الحماية الجوية للقوات والأهداف الحيوية ومعاونة أعمال قتال الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية، قامت القوات الجوية بإعادة تمركز لطائراتها من مختلف الطرازات ومن مختلف القواعد العسكرية، وتنفيذ عدد من طلعات الاستطلاع وتنسيق مع قوات الدفاع الجوي لتأمين أعمال الفتح الاستراتيجي للقوات على مختلف الاتجاهات، وكذا معاونة القوات البحرية لتأمين المصالح الاقتصادية في مسرحي عمليات البحر الأحمر والمتوسط، وتأمين أعمال القوات البحرية أثناء تنفيذ مهامها، وتنفيذ أعمال النقل الاستراتيجي لقوات الصاعقة في اتجاهات عملها، والقيام بتنفيذ عمليات الإبرار والإسقاط لقوات المظلات. كما قامت قوات حرس الحدود بالتعاون مع القوات الجوية في تأمين الحدود والسواحل المصرية وتجديد إجراءات التأمين على كافة الحدود البرية والساحلية.